الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. في الآونة الأخيرة أطلق أنصار حزب العمال الكردستاني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغا يطالب بشرعنة أو الاعتراف بهذه السلطة، سلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية الحاكمة في مناطق شرق وشمال شرق سوريا، أو المناطق ذات الغالبية الكردية، أو مناطق الكردية. هناك بصرف النظر عن التسمية هنالك سلطة حاكمة فرضت نفسها بشكل أو بآخر. حاليا أنصار هذه السلطة يلتمسون ويحاولون البحث عن اعتراف أو رسمي، ويبدو لي أنه الجهات الداعمة أو الراعية أو المساندة لواقع الحال هناك، وأقصد تحديدا التحالف الدولي ضد داعش والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها النواة الصلبة الاستراتيجية لهذا التحالف، قدموا بعض الخدمات أو لنقل بعض التوجيهات والأوامر والتوصيات لهذه السلطة، لربما مستقبلا يمكن الاعتراف بهذه السلطة على اعتبار أنها تمثل طيفا واسعا من مكونات أبناء المنطقة، وتحظى بنوع من القبول الاجتماعي والسياسي، وأنها وليدة أو نتيجة انتخابات، وليست وليدة ظرف طارئ أو سلطة أمر واقع. سلطة أمر واقع مفروضة على أبناء المنطقة، لكن مش مفروضة على العالم والمجتمع الدولي يتعامل مع سياقات بشكل أو بآخر تكون مقبولة ومنسجمة مع الأعراف المتداولة أو المعروفة فيما يتعلق بنظم الحكم والإدارة في أي منطقة كان. ينبغي أن تحظى بالشرعية القانونية والرسمية في هذا الخصوص. حزب العمال الكردستاني الذي يدير هذه السلطة من وراء الستار، وكل ما ترونه من واجهة وشخصيات ووجوه معروفة في القنوات الإعلامية هم عبارة عن أدوات تنفيذية لهذا الحزب. دار خليل، مظلوم عبدي، أو كل هذا الطيف الموجود هناك، والأسماء الكثيرة التداول في القنوات والسياقات الإعلامية هي عبارة عن أدوات تنفيذية تنفذ مهمتها الوحيدة تنفيذ توصيات وأوامر وقرارات. وأصلا في حزب العمال الكردستاني لا يوجد توصيات، كل شيء قرار، حتى ولو كان في إطار التوصية هو ضمن قرار غير قابل للنقاش، ينفذ ثم يناقش. قضية الاعتراض غير واردة إطلاقا في حزب العمال الكردستاني. تنفيذ القرار وثم المناقشة. في جهات أخرى ربما قد تعتبر نفسها ثورية أو يسارية، المنطق المتداول العسكري أنه نفذ ثم اعترض، الاعتراض غير موجود، نفذ ثم ناقش، لا بدون أن الاعتراض غير وارد في أدبيات أو في عادات وأعراف وتقاليد حزب العمال الكردستاني. إذن ما ترونه عبارة عن واجهة تغطي أو تأتمر بأوامر حزب العمال الكردستاني، السلطة المتنفذة والحاكمة والمسيطرة هناك. يحاولون حاليا البحث عن شكل من أشكال الشرعنة والاعتراف الدولي. ذلك الهاشتاغ الذي جرى تداوله، جهات كردية موالية ومؤيدة ومقربة من هذه السلطة سوقت له كثيرا، وعلى أساس أنه فتح مبين، ومن هذا المستويات من الاحتفاء والإطناب وكذا. كثير من الكتاب كرسوا أنفسهم كجنود مجندة للدفاع وتبرير هذا المسعى. لكن البحث عن الشرعية ينبغي أن يكون بأساليب شرعية،
وبسياقات وأدوات شرعية. يعني السلطة المنتقصة شرعيتها أو المشكوك في شرعيتها أو يعني شرعيتها مثار أخذ ورد، ينبغي أن تبحث عن أدوات وأساليب تكون مقنعة وشرعية لكي تحظى بالشرعية الإقليمية والمحلية والدولية. حزب العمال الكردستاني سابقا كان وحتى الآن كثيرا ما كان يخرس أو يحاول كم أفواه منتقدي بالحديث عن الشرعية الثورية والحديث عن الشرعية النضالية والمقاومة والدماء والتضحيات وكل الأهازيج و يعني أدبيات الخطاب الثوري والعقائدي لدى حزب العمال الكردستاني. لكن هو مدرج، هذا الحزب مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية وفي أمريكا وفي أوروبا. طبعا لمن لا يعلم، يعني حزب العمال الكردستاني منذ تأسيسه لم يكن هكذا. يعني هو بعد يعني تقريبا في 93 94 تم إدراجه في ضمن المنظمات الإرهابية لأنه مارس العنف، يعني نقل ساحة النشاط والعنف ضد تركيا إلى الساحة الأوروبية، وتم إدراجه ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. حتى الآن كل محاولات حزب العمال الكردستاني لإقناع المجتمع الأوروبي والأمريكي على أنه حركة تحرر وطني، كل تلك المحاولات فشلت. الحزب يسيطر على شمال السوري، على تلك المناطق عسكريا مستفيدا من الأزمة السورية. ومعلوم أنه الحزب كان في سوريا ملاحق منذ 2002 وحتى 2010، لكن الأزمة التي اندلعت في سوريا وانتفاضة سلمية على النظام السوري وتحول هذه الانتفاضة إلى صراع أهلي وما يشبه النزاع والحرب الأهلية في الداخلية في سوريا، وتحول سوريا إلى يعني أرض خاضعة لاحتلالات متعددة الجنسية، فتح المجال أمام حزب العمال الكردستاني لبسط سيطرته والتنسيق مع النظام السوري من تحت الطاولة. والآن النظام يحاول استرداد يعني ما منحه لحزب العمال الكردستاني، لكن حزب العمال الكردستاني يحاول الخروج بأكبر قدر ممكن من المكاسب ورغم كل التضحيات. إذا موضوع هذا الفيديو هو الحديث عن آليات البحث عن الشرعية لدى حزب العمال الكردستاني أو سلطة حزب العمال الكردستاني المتدثرة وراء عنوان عريض هو الإدارة الديمقراطية الذاتية في الشمال السوري. ويبدو لي كما ذكرت أنه هنالك نوع من الأمر أو لنقل التوصية من الولايات المتحدة والتحالف الدولي: لا مناص أمام هذه السلطة إلا التوجه نحو بعض الخطوات أو الإملاءات أو التوصيات أو القرارات حتى تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ضد داعش بعين الشرعية أو نصف شرعية أو ما إلى ذلك. يعني لأنه من غير الممكن أو من غير هذه السلطة كما ذكرت هي سلطة أمر واقع على الأكراد، لكن مش سلطة أمر واقع يمكن فرضها على المجتمع الدولي أو على الولايات المتحدة أو على الأوروبيين. وبالتالي كمدخل للحديث حول هذا الموضوع لا مناص من بعض المعلومات التقنية لكي يستفيد منها المتابعين للشأن الكردي أو الباحثين والدارسين اللي لهم علاقة مع مجريات الأحداث في تلك المناطق. سأتناول بعض التواريخ والأحداث لكي أصل إلى ما أصبو إليه أو أحاول الحديث عنه في هذا الفيديو. ابتداء من مطلع شهر أيلول 2020 عقد مجلس سوريا الديمقراطية سلسلة من الندوات الحوارية في كافة مناطق الإدارة الذاتية كتهيئة لعقد ملتقى شامل لكل أبناء المنطقة.
يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 عقد مجلس سوريا الديمقراطية في الحسكة أعمال المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات تحت شعار ضمانة المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، تعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية. هذا هو الشعار الطويل العريض القطار لهذا المؤتمر الذي عقد في الحسكة. شارك في هذا المؤتمر قادة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلين عن الأحزاب السياسية المنضوية في هذه الإدارة، ووفود من مكتب العلاقات في قوات قسد وحماية الشعب وقوات حماية الشعب والمروة. معروف يعني كل من يزيد دراية واطلاع حول تفاصيل ملف حزب العمال الكردستاني ومجريات الأحداث في تلك المناطق أنه قوات قسد وقوات حماية الشعب وحماية المرأة هي عبارة عن تكوينات وتشكيلات عسكرية تأتمر تماما ومباشرة بحزب العمال الكردستاني. كل تفاصيل ضمن هذه التكوينات العسكرية تأتمر وتأخذ أوامرها ومن حزب العمال الكردستاني. قرار المشاركة في المعارك، تنصيب القيادات، كل يعني التفاصيل الإجرائية والإدارية خاضعة بشكل صارم ومباشر لحزب العمال الكردستاني. وفود من أو ممثلين من هذه التكوينات العسكرية كانت موجودة في ذلك الاجتماع. ماذا جرى في ذلك الاجتماع؟ ذلك الاجتماع أو المؤتمر خلص إلى نقطتين استراتيجيتين أساسيتين، وهو يعني إعادة صياغة العقد الاجتماعي. شو هو العقد الاجتماعي؟ هو دستور، يعني على أساس دستور السلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية. والخطوة الأخرى التي تلي إعادة صياغة العقد الاجتماعي الذهاب إلى انتخابات. ما يتمخض عن هذه الانتخابات من سلطة ستحاول التواصل مع المجتمع الدولي والجهات المعنية والأطراف الإقليمية على أنها سلطة شرعية وليست سلطة أمر واقع، وهي سلطة وليدة انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية وكل هذه التفاصيل. يعني البحث عن الشرعية بالقنوات طبعا هذا أمر طبيعي ومتاح ومرحب به. يعني حزب العمال الكردستاني يحاول، يعني إذا حاول رفع إخراج نفسه من لائحة المنظمات الإرهابية، هذا ينبغي أن يعني لزوال النتائج ينبغي إبطال الأسباب. يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى السلطات الأوروبية أو الأمريكية إلى إدخال حزب العمال الكردستاني في لائحة المنظمات الإرهابية؟ ليس العنف الذي مارسه على ضد تركيا عام 1984، لا، في سنة 1984 حزب العمال الكردستاني وحتى 90 يعني وذكرت يعني كان حزب العمال الكردستاني يحظى بشرعية وبشكل رسمي في أغلب البلدان الأوروبية وحتى الأمريكيين أيضا. لاحقا يعني منذ منتصف التسعينات تحول الموضوع إلى وضع حزب أو تصنيف الحزب على أنه منظمة إرهابية. و لكل يعني من يشكك في هذا الكلام بإمكانه العودة إلى يعني ويخوض ويتحرى حول حقيقة المعلومة. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني البحث عن الشرعية كما ذكرت ينبغي أن يكون إبطال أسباب عدم الشرعية. يعني شو هي أسباب عدم شو هي الأسباب اللي تخلي الناس تتعامل مع هذه السلطة على أنها سلطة أمر واقع وسلطة غير شرعية؟ حزب العمال الكردستاني يحاول بأساليب يعني يفترض أن تكون شرعية ونزيهة وشفافة ومعقولة وحقيقية لاكتساب الشرعية والحظ بالشرعية، أن تكون أدواته شرعية خالية من التزييف، خالية من التضليل، خالية من الخداع والدجل والكذب وكل
يعني المفرقعات والخدع السينمائية فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية والعملية السياسية، لكن يبدو لي وفق ما سنراه الآن أنه حزب العمال الكردستاني مصر ومصمم في المضي في عملية التضليل والتشويه التي بدأها في هذا، لأنه الشفافية والنزاهة والديمقراطية الحقيقية بالنسبة لهكذا حزب يعني يرى فيها مقتله. يعني الديمقراطية في للسلطات الاستبدادية والتوتاليتارية والعسكرية واللي تتعامل مع الأمور بالشرعية الثورية والدم والعنف وكل هذه التفاصيل، التعامل المدني الحضاري الديمقراطي يرى فيها مقتل، وبالتالي يمكنه أن يستثمر السياقات الديمقراطية أو ما يشبه سياقات ديمقراطية لاكتساب شرعية هو لا يستحقها، يعني وأقصد بذلك يعني أي سلطة استبدادية قمعية من ضمن حزب العمال الكردستاني. المهم ذلك الملتقى أو المؤتمر خلص إلى هذه النتيجتين الأساسيتين. ضمن هذه النتائج كمان خلص إلى مجموعة من القرارات، منها التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا خلال مدة لا تتجاوز العام. هي كمان يعني إنجاز فلكي. طبعا هذا الكلام كان في الاجتماع الذي عقد في شهر تشرين الثاني 2020، ونحن الآن في أغسطس 2021. إذا نحن نقترب من نهاية هذه المهلة، مهلة إقامة انتخابات أو الذهاب إلى انتخابات محلية في مدة أقصاها العام. إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية. أي بيروقراطية؟ يعني هل هنالك سلطة حقيقية حتى يكون هنالك بيروقراطية الروتين المعروف والمتأصل هو تلقي الأوامر والتوجيهات والتعليمات من حزب العمال الكردستاني من خارج الحدود والعناصر الغير السورية المتحكمة بمصير الكرد السوريين وكل مش بس الكرد السوريين، كل مكونات منطقة شمال شرق الفرات. إذا في بيروقراطية بهذا الموضوع هي بيروقراطية تلقي آل دار خليل للأوامر، تلقي مظلوم عبدي للأوامر من قيادات كردية أو قيادات تركية، يعني لتسيير أمور وشؤون الكرد السوريين، وأي تسيير كمان يعني لا في مستشفى جديد أضافوا، لا في شارع جديد فتحوا، لا في خدمات يمكن الحديث عنها، يعني مشاريع تنموية ما في، يعني شؤون بيروقراطية بيحكوا عن البيروقراطية وكأنه فعلا في سعي نحو يعني الدولة أو مؤسسات الدولة. لا يوجد شيء من هذا القبيل في تلك المناطق. يوم الخميس 10 حزيران 2021 عقد المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعا في مقره بمدينة الرقة، وحدد هيكلية لجنة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية بحيث يكون العدد الأعضاء 150 عضو قابل للزيادة، منهم 30 عضو يمثلون الإدارة الذاتية وهي سلطة حزب العمال الكردستاني، و30 عضو آخر يمثلون الأحزاب السياسية وهي الأحزاب الموالية لهذا الحزب، وفي أغلبها هي أحزاب وهمية، يعني لا يوجد. أقرأ لاحقا لائحة الأحزاب لتروا يعني حزب الجمهوري الكردستاني، حزب المحافظين حزب الخضر الكردستاني، مخلين تسمية وهمية وإلا يعني مشكلين مجموعات وكذا على أنها أحزاب، وممثلين لهذه الأحزاب موجود في لجنة صياغة الدستور، وهم يعني تكملة عدد يعني فقط للتصويت على القرارات وفقط ديكور، يعني أحزاب وهمية. عم يحكوا لي عن 30 عضو يمثلون الأحزاب السياسية الكردية، وشو كمان 20 عضو يمثلون الاتحادات والمنظمات النسائية،
طبعا نسب المرأة موجودة في كتلة الإدارة الذاتية، وفي كتلة الأحزاب السياسية، وفي كتلة الاتحادات النسائية، وفي أغلبها تلك الاتحادات تابعة أيضا لحزب العمال الكردستاني. وكمان 30 عضو يمثلون مؤسسات المجتمع المدني. أي مؤسسات مجتمع مدني؟ يعني إذا اعتبرنا شو منظمة عوائل الشهداء، منظمة ممكن يعني أن يفرضها حزب العمال الكردستاني على أنها منظمة مجتمع مدني. شو في يعني اتحادات الاتحاد اللي بيرأسه قادر عقيد عميد المخابرات والبعثي وكتيب التقارير، ممكن أن يعني إذا اعتبرنا هذا منظمة مجتمع مدني، فممكن لحزب العمال الكردستاني أن يزج بهذا الاتحاد على أنه يمثل المثقفين، أو اتحاد اللي يديره أحمد حسيني، اتحاد مثقفي وفلاحي وصغار الكسبة والشغيلة ويعني وقارئي الفنجان وضاربي المندل وكل الموجودين في اتحاد أحمد حسيني، ممكن أن يعتبر على أنه اتحاد أو منظمة مجتمع مدني. هذه منظمة المجتمع المدني تصوغ لنا دستورا أو تعيد لنا صياغة دستور فرضه علينا حزب العمال الكردستاني أو فرضه على أبناء المنطقة. شو كمان في هون؟ ويعني شخصيات مستقلة. شو هي الشخصيات المستقلة؟ أنا بس راح أقرأ في نهاية هذا الفيديو لائحة الأسماء. ما بعرف يعني الشخصيات، مش يعني الشخصيات المستقلة الكفؤة والنزيهة والمعروفة بالوعي والتجربة والخبرة والسمعة يعني لدى الناس، ولو واحد موجود في تلك اللائحة، وسأتناول هذا الموضوع لاحقا. إذن هذا هو الأرقام حسب ما هو موجود في هذه الورقة التي أقرأها لكم، والتي وردتني كما ذكرت من يعني بعض الأطراف المشاركة في هذه العملية. يعني يوم الخميس 15 تموز 21 عقدت في صالة سردم بالحسكة أعمال جلسة لجنة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية بحضور أعضائها 150. شو قرروا في هذا الاجتماع؟ من ضمن القرارات اللي يعني أخذوا زيادة القرار الأول، زيادة أعضاء اللجنة 150 ليتحول إلى 157، زيادة 7 أعضاء. طبعا هل الأعضاء السبعة يعني جدوى وسبب زيادة أو وجودهم أو إضافتهم مش معروف، يعني ليش اختاروا في البداية 150 بعدين أضافوا 7 أعضاء آخرين ليصبح العدد 157 عضو. يجب أن لا تتجاوز مدة إعادة صياغة الدستور أكثر من شهرين. يعني هذا الاجتماع كما ذكرنا كان في شهر تموز، منتصف شهر تموز، 15 تموز 2021. نحن اليوم 17 أغسطس، يعني الآن مضى شهر، دخلنا في حكم الشهر الثاني. لازم يعني في 15 16 سبتمبر تكون أعمال صياغة الدستور قد انتهت. من 15 تموز إلى 15 سبتمبر يعني تكون المدة منتهية، ويكون دستور حزب العمال الكردستاني بهاي الكتيبة، بهاي لجنة المشرعين والمساهمين في صياغة هذا، تكون الأمور قد أنجزت وانتهت واستكملت أعمالها للذهاب إلى مسألة الانتخابات وفق ما هو مقرر ومنشور هنا. إذن شو كمان؟ يجب أن لا تتجاوز مدة إعادة أكثر من شهرين، هي قلناها. تقوم سلطات الإدارة الذاتية بتجهيز لاستحقاقين هامين. ذكرنا أنه مسألة الدستور والذهاب إلى الانتخابات، التخلص من المشكلات. يعني الهدف من كل هذه العملية
حسب ما هو مذكور هنا، تخلص من المشكلات والمطالبات التي لا تنضب ولا تنتهي عبر الذهاب إلى استحقاق الانتخابات. كل فكر أنه مجرد الذهاب إلى انتخابات وخلاص يعني عصا سحرية وتزول عن هذه السلطة كل الملاحظات وتذهب عنها الانتقاد وتجنبها من الانتقادات والمشاكل يعني واللا شرعية التي تتمتع بها هذه السلطة. مجموعة أخرى يعني من القرارات تهدف الإدارة لإعطاء انطباع إيجابي للمجتمع المحلي والدول الإقليمية والتحالف الدولي على أنها ملتزمة بتنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها، ما يعني أنه هنالك فعلا يعني شيء يشبه القرار والإملاء على هذه السلطة، وهذه السلطة ينبغي أن تلتزم بهذه القرارات لا محالة. يعني إذا لم تلتزم السلطة، هذه السلطة سلطة حزب العمال الكردستاني الإدارة الذاتية الديمقراطية، إذا لم تلتزم بهذا الموضوع وربما يعني يعني التحالف الدولي يرفع يده ويتوقف عن دعم هذه السلطة، وتفعل تركيا أو النظام السوري أو الروس أي يعني ما يريدون فعله بهذه المناطق وبهذه السلطة. إذن استمرار يعني رعاية أو دعم الضامن الأمريكي والتحالف الدولي منوط بمدى التزام وتنفيذ السلطة هذه المقررات أو المشروع أو المخطط الموضوع لها. لكن نحن رح نشوف هلا كيف حزب العمال الكردستاني يحاول تزييف الموضوع ويعني إعادة تدوير للسلطة الحالية بمسميات أخرى بهدف الحصول على شرعية أصلا هي حاليا غير موجودة. تسعى الإدارة للتأكيد على أنها مستعدة للتنازل عن صلاحياتها الواسعة وقبول تشكيل معارضة في مواجهته. يعني هذا من ضمن المقررات يعني أو من ضمن التوصيات والخلاصات. يعني ذهنية أنه مجرد وجود معارضة في تلك المناطق هذا هو تنازل للسلطة عن الصلاحيات. وطبعا هذا كلام صحيح، لأنه شوفوا مدى الفاشية والاستبداد. يعني وجود المعارضة فقط حتى ولو تكون ما لها دور مش مؤثرة، هذا تنازل للسلطة عن صلاحياتها، لأنه سلطة فاشية استبدادية من هذا النوع يستحيل أن تقبل بوجود رأي وتوجه معارض في تلك المناطق، نشط وفاعل ومؤثر ويتحرك ويتفاعل مع الشارع ويحاول أن يكون نبض الحقيقي للشارع. هذا بحد ذاته إنجاز وتنازل للإدارة أو لحزب العمال الكردستاني عن صلاحياته وسلطاته. ديمقراطية حزب العمال الكردستاني فعلا يعني هذا الكلام يعني حفر وتنزيل. مجرد وجود معارضة هذا يعني تنازل. تعمل الإدارة على إنهاء الذراع التي تطاول شرعيتها ووصمها على الدوام بأنها سلطة أمر واقع. سلطة أمر واقع يعني كلنا بنعرف كيف هذه السلطات. هل كانت وليدة؟ هل وليدة واقع حقيقي؟ شو اللي جاب آل دار خليل وصالح مسلم وشاهين شيلو ومظلوم عبدي لهذه المناطق؟ ومتى أتوا؟ بعد 2011، بعد يعني ما جرى في سوريا، والنظام السوري فتح أبواب السجون للمتطرفين من جهة، وفتح الحدود لحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى، وهكذا. يعني هذه السلطة هكذا تشكلت بالتنسيق مع النظام السوري، وسلطة أمر الواقع فرضها على الكرد السوريين. النظام السوري بدكم سلطة كردية تفضلوا، يحكمكم حزب العمال الكردستاني. أكراد سوريين يستحيل أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم،
عناصر أجنبية كردية بتجي بتحكم، عناصر حزب الله أجنبية تجي بتقاتل، عناصر ميليشيا عراقية أفغانية فاطمية ما بعرف شو تجي بتقاتل مع النظام السوري، بعدين الزج بالجيش الروسي وكذا. وبهذه الطريقة حزب العمال الكردستاني تم فرضه، والجماعة زعلانين أنه ليش بتسمونا سلطة أمر واقع؟ أنتم أسوأ أنواع سلطة أمر واقع، مش بس سلطة أمر واقع، أسوأ يعني سلطة أمر واقع في أسوأ أشكالها. هنالك بعض السذج واللي بيحاولوا يقدموا أوراق اعتماد لدى هذه السلطة من الكتاب والمثقفين، دائما يكررون هاي العلكة أو هاي الهزوجة التافهة والنتنة، يعني وهي شو؟ أنه قياسا بالواقع السوري سلطة الإدارة الذاتية تبقى أفضل الموجود. شو أفضل الموجود؟ يعني أصلا على المستوى اللغوي لا يجوز. عندما نقول عن سلطة الإدارة الذاتية جدلا أنه هي أفضل الموجود، ماذا يعني؟ أنه الفضل أيضا يعود للنظام السوري، وهي السلطة أفضل من النظام السوري. إذا هنالك جزء من الفضل لدى النظام السوري، أو جزء من الفضل لدى سلطة جبهة النصرة والقاعدة في إدلب، وهذه سلطة أفضل منها. الموضوع لا يقاس هكذا، يقاس بالسيء والأسوأ. إذا كان هذه المقاربة، يعني إنجازة المقاربة تكون إنه سلطة الإدارة الذاتية سيئة، يعني لكن سلطة النظام أسوأ. هي سلطة سيئة، لكن سلطة جبهة النصرة والقاعدة أسوأ، وسلطة الاحتلال التركي أسوأ. هكذا السيء والأسوأ ممكن يعني تجوز أما الفضيل والأفضل يعني من غير المعقول. إجمالا البعض يكرر هذه المسألة لكن دون أن يعي يعني أنه المقاربة بهذه الطريقة وبهذه الصياغة غير جائزة وغير منطقية وغير معقولة، ولا تنسجم مع المعطيات مع الواقع. يعني من يقارن بهذه الطريقة فهو يحيل القدر من الإيجابية للنظام السوري ولسلطات الأمر الواقع الأخرى يعني في سوريا. إذن بالعودة للورقة، تعمل الإدارة على تعطيل، ما بعرف يعني النقطة غير واضحة، الديباجة إذا مش مذكورة. إجمالا يعني سأتخطى يعني استدراكا للوقت سأتخطى الكثير من ما هو موجود لأصل إلى يعني الخطوط العريضة للجنة، يعني تركيبة اللجنة وفق الأعراق والأديان كما في القائمة الرسمية. عدد الأكراد إذن عدد عناصر الأكراد الموجودين في هذه اللجنة، الأكراد المسلمين، الأكراد اليزيديين. الأكراد المسلمين 73 عضو بنسبة 46.5% من إجمالي عدد 157 عضو في اللجنة. الأكراد اليزيديين 3 أعضاء بنسبة 1.9%. السريان والأشوريين والمسيحيين 17 عضو بنسبة تقدر ب10.8%. العرب المسلمين 58 بنسبة تقدر ب36.9%. التركمان المسلمين ما في تركمان مسيحيين، تركمان مسلمين 4 أعضاء بنسبة 2.5%. الشركس كمان مسلمين 1. الشيشان المسلمين كمان 1 بنسبة كل يعني 0.6%. إجمالا وفق هاي الأرقام الأكراد بيكون ضمن اللجنة عددهم 96 عضو ما بين كتلة الإدارة الذاتية أو كتلة الأحزاب والمستقلين وكل هالكتل، يعني أكراد موزعين على هذه الكتل، مسيحيين موزعين، شريان شركس موزعين على هذه الكتل أو الحصص. لكن إجمالي نسبة الأكراد في محافظة الحسكة ومحافظة دير الزور والرقة، المحافظات 3 مجتمعة، ومنطقة منبج كمان
وبعد عين عيسى والمناطق الأخرى نسبة الأكراد في كل هذه المساحة 48.4% من 157 عضو. طبعا هاي النسبة إذا يعني هاي النسبة تقدم ورقة أو حجة أو ذريعة قوية ومرتبة لبعض العناصر الفاشية والشوفينية التي تكره الأكراد كره العمى يعني، وتحاول دائما التشكيك في الوجود القومي الكردي، المظلومية الكردية، حقوق الأكراد، نسب الأكراد، وجودهم القومي، وجودهم التاريخي، وجودهم الديموغرافي. دائما هنالك مساعي للطعن والتشكيك في الملف الكردي والقضية الكردية في سوريا. هل هاي النسبة تقدم لهم ذريعة على أنه هنالك استهداف للعرب، إذ يعني من غير المعقول ومن غير المنطقي ومن غير السياسي ومن غير الأخلاقي كمان أنه في هذه المحافظات الثلاثة نسبة العرب أو نسبة الأكراد يعني تقارب النصف. يعني أنا ككردي يعني ما فيني استوعب هيك يعني تضليل، هيك إجحاف. هذا إجحاف بحق العرب يعني. ممكن يعني البعض يثور ويرفض هذه النسبة، وهذا حقه. يعني أنا ما بعرف يعني على أي أساس في هذه المحافظات الثلاثة نسبة الأكراد نصف، تقارب النصف يعني 48.4 تقارب النصف يعني. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني ربما بعض الأكراد يعني الفاشية الموجودة في المعارضة السورية تستولد وتعتاش على فاشية موجودة في الأوساط الكردية كمان. نحن كمان عندنا يعني أناس أو يعني شخصيات أو ذات وعي فاشي وتبرر الفاشية وتبرر الطغمة وتحاول يعني يعني إلباسها أو إدخالها في سياقات الضرورة، أنه الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تبيح الفاشيات من هالقصص هي كلياتها. يعني ممكن بعض الفاشيين الكرد كمان يعني يشقوا ثيابهم رفضا واستنكارا أنه لا، نسبة الأكراد في سوريا يمكن تصل إلى النصف، وهي نسبة مجحفة يعني بحق الكرد. يعني شو 48.4 لازم يكون 84.4 مثلا. ممكن أن نجد بعض الأكراد يقول أنه سوريا أصلا كلها كانت أيوبية وقبلها كانت ميتانية وبعدها صارت ميدية وخلاص سوريا من أقصاها لأقصاها كردية، وإبراهيم الخليل كردي ونوح كردي وآدم كردي، ومن كل هالقصص الموجودة أحيانا المتداولة يعني. ممكن أن نجد هذا. إذن في كل يعني في كلتا الحالتين الرافضتين لهذه النسبة، لما بتحدد نسبة الأكراد معناته أنت بتحدد نسبة العرب في كل هالمحافظات الثلاثة عبارة عن 52 أو 51.6 على يعقل يعني في محافظة دير الزور والرقة ومنطقة الطبقة والريف حلب ومنبج وهالمناطق هي يعني الريف. يعني كيف تستقيم الأمور يعني؟ هلا أنصار الحزب من المثقفين والكتاب والفلاسفة والعباقرة والإعلاميين والباحثين وكل هلا، يعني كيف يبرروا للأمريكيين وللأوروبيين هل بناء على أي معطى ديموغرافي تم يعني ترتيب الموضوع يعني بهذه الطريقة؟ يعني أي واحد أمريكي غبي وأحمق وما مش مطلع على ألف باء تفاصيل المنطقة راح يقبل بهاللجنة يعني، وما تتمخض عنه هذه اللجنة عدا عن التفاصيل والأسماء يعني حتى على مستوى النسبة يعني مش مضبوطة يعني. لا يستقيم الأمر. إجمالا
الآن ندخل في قبل أن ندخل أعتقد أن هنالك ملاحظات أخرى، يعني هنا فيما يتعلق، يعني أعتقد يعني إضافة السبع أعضاء، ربما يعني جرى اعتراض على العدد 150 وإضافة 7 أعضاء جدد على أساس أنه ترضية للجانب العربي. ربما يعني أنا هكذا أفهم حسب ما موجود في هذه الورقة، أنه الأعضاء ال7 المضافين لل150 هم عرب، لكن يعني حسب ما هو موجود يعني أو ما وردني أنه نزيفة خلو كردية من منبج تم اعتبارها عربية، هي يعني محسوبة على حصة منبج على أنها عربية لكنها كردية. محمد إبراهيم شيخو كردي كمان من منبج وكمان مذكور ضمن اللائحة على أنه عربي. محمد مجيد من منظمات المجتمع المدني الكردي تم اعتباره عربيا. شو كمان؟ هدى سعدون ممثلة حزب الاتحاد الوطني الحر هي كردية وتم اعتبارها عربية. طبعا ضمن اللائحة الجدولة للأسماء الأعضاء مذكور المكون والجهة اللي بيمثلها أو الصفة الاعتبارية. إياد عبد الكريم ممثل حركة الإصلاح كردي وتم اعتباره ضمن القائمة على مجدولين حسن من التكنوقراط وهي عربية ولكنها من محافظة طرطوس أي من خارج هذه المنطقة وموجودة ضمن هذه اللجنة على اعتبار أنه هي يعني عربية لكن من خارج المنطقة. محسوبة لينا بركات من حركة النساء وهي عربية ولكنها من محافظة حمص. حمص شو دخل يعني أهالي محافظة حمص بتقرير مصير الإدارة الذاتية الديمقراطية والدستور ما بعرف يعني نقاط كثيرة يمكن تسجيلها يعني على اللجنة وآليات تشكيل اللجنة والنسب يعني في هذا الغضون. عموما بالانتقال إلى اللائحة، أسماء اللائحة أسماء الشخصيات والأسماء المذكورة سأقرأ يعني سريعا، لكن قبل أن أقرأ قرأت يعني وشفت أنه يعني الأسماء وتمعنت فيها، منهم من عرفتهم على المستوى الشخصي بعرفهم، منهم من سمعت بهم ولم ألتقي بهم، يعني سمعت بأسمائهم ومطلع على شوي نشاطهم، ومنهم كمان يعني من يعني لم يعني ما عرفتهم مع احترامي لهم، يعني ربما يكونون أحسن مني وأتمنى أن يكونون هكذا يعني، لكن أنا ما عرفتهم مين هذول، يعني مين هذول اللي راح يصيغوا دستور ويحددوا مصيري أنا حتى ولو كنت في المهجر، يعني مستقبل هذه المنطقة، يعني أنا ابن هذه المنطقة، ألا يحق لي أن أعرف من هؤلاء اللي صاغوا هذا الدستور أو أسسوا هذا الدستور، يعني من حقي أن أعرف، هذا حق طبيعي. يعني إجمالا أنا لم أعثر على اسم المحامي ذو الخبرة والحجة القانونية والآبوتشي العتيد عبد السلام أحمد. عبد السلام أحمد في يوم من الأيام كان من الوجوه الأكثر تداولا وبيشارك وبيروح وبيجي، وكان رئيس مجلس غربي كردستان وما يعني وينه عبد السلام أحمد؟ يعني ليش عبد السلام أحمد مش موجود ضمن لائحة الأسماء الطويلة العريضة ال57؟ حسب ما وردني أنه عبد السلام أحمد مركون على جنب، حردان زعلان ما بعرف شو وضعه حاليا، يعني مسلمينه منصب كرتوني وهمي في لبنان، ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في لبنان. شو يعني الممثل ينبغي أن يكون هنالك اعتراف رسمي حتى تتحدث عن رسمية التمثيل، يعني عبد السلام أحمد حاليا في لبنان بعيد عن المنطقة تماما، وربما يلتمس أو يبحث عن
طريقة للسفر أو وسيلة للسفر للالتحاق بولده الموجود في بريطانيا أو في إجمالا عبد السلام أحمد مش موجود. الثاني الشخصية الوطنية المرموقة، المهندس المعروف المثقف خلو حكم خلو من عائلة وأسرة وطنية، وكان ما بعرف يمكن عاطينه منصب المجلس الدستوري أو الهيئة الدستورية واللجنة الدستورية والمجلس التشريعي، هيك قصة يعني منصب وهمي. وحكم خلو مش موجود، من الناس اللي لهم تجربة وخبرة وباع في الأمور الإدارية خلال السنوات الماضية، اسمه غير وارد. مش بس هيك، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية مسد الأستاذ الشيخ عالم الدين رجل الدين العربي المعروف وابن الدير رياض درار، الأستاذ رياض درار مش موجود. مين كمان من المواليين العرب أو اللي بيطبلوا بيزمروا بيسوقوا للسلطة؟ عهد الهندي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية مش موجود. حتى الكتاب والمثقفين اللي يعني بيساندوا وبشكل مباشر وبيدعموا بيدافعوا عن هاي السلطة وبيحاولوا يلتمسوا الأعذار لقبائح هذه السلطة واستبدادها وفاشيتها والمسائل الهيكلات، وبيهاجموا كل منتقدي هذه السلطة. مش موجود، يعني مش موجودين ولا واحد منهم، يعني من كتاب موقع نورث بريس المدعوم أمريكيا أو من قوى التحالف وكذا، حسين جمو، شورش درويش، مين كمان اللي بيكتبوا بهذا الموقع، من اللي منهم من هم موالي مباشر، ومنهم من يقدم أوراق اعتماد، ومنهم يعني من يحاول يعني أن يكون يعني ظريف مع هذه السلطة ويحاول أن يسوق لها ويبرر لها. ولا واحد من هذول مش موجود. يا صديقنا العزيز الإعلامي والكاتب يعني أكثر من مستوى، على أكثر من مستوى ينبغي أن يكون موجودا ضمن هذه اللائحة. لائحة كاك فاروق حاج مصطفى مش موجود فيها لا يعول عليها. هاي الأمريكيين لازم يعرفوها، والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المجتمع الدولي. إذا لم يكن موجودا فاروق حاج مصطفى في لجنة إعادة صياغة الدستور العقد الاجتماعي، أنا شخصيا أرفضها. ليش أرفضها؟ لأنه الزلمة صحفي، اثنين عنده منظمة مجتمع مدني برتشعب للتنمية، ولكن منظمة كاك فاروق البرتشعب سكرت، أغلقت شعبها عن أغمضت عينيها عن المهزلة اللي بتصير. يعني يفترض هلا كاك فاروق هو اللي يعمل فيديو ويتناول الزيف والتضليل الأبوتشي هاد يعني بالنقد والشرح والتفصيل، لأنه أولا عنده منظمة إعلامية تنموية وما بعرف شو، وهرى الأكراد والسوريين بورشات العمل والوركشوبات عن الدستور. يعني كاك فاروق كائن دستوري بامتياز، لازم يكون موجود ضمن هاللجنة، مش موجود. لا هو، لا الأستاذ البروفيسور الدكتور آزاد علي، لا الفيلسوف الأستاذ الدكتور الأكاديمي سربس نبي. طيب لجنة ما فيها صالح بوزان خبرته السياسية الحزبية على زمن الحزب الشيوعي، على زمن لما كان مستقل، لما كان يبدي امتعاضه وانتقاده لحزب العمال بعد ما صار من مداحي هذا الحزب، مش موجود. شو مين كمان بتكون يعني؟ ولا واحد من هدلون اللي حاليا يعني يلتمسون الأعذار والمبررات لقبائح هذه السلطة، ويحاولون يعني أن يشرعنوا ويعني يكفوا بلاء النقد عن هذه السلطة الفاشية، سلطة حزب العمال الكردستاني. مش موجودين في لجنة. يعني حطوا الكل على جنب. كاك فاروق لوحده إذا لم يكن متواجدا في هذه اللجنة بصراحة يعني شرعيتها مش بس منتقصة، معدومة
معدومة يعني. لا يعني أنا شخصيا أرفض هيك لجنة لسبب وجيه، إنه كعك فاروق مش موجود. كعك فاروق أنت ليش مش موجود هون؟ أنت بس شاطر تحكي لي عن اللجنة الدستورية فيما يتعلق بموضوع المعارضة، وليش حضرتك ما كنت ضمن اللجنة هاي، وشالوك وحطوا عبد الحكيم بشار مكانك. فليش ما عم تشتكي من هاي اللجنة؟ ليش ما عم تطرح وما تناقش هاي اللجنة؟ كاك فاروق يعني والله العظيم يعني غريب غريب أمر اللجنة، وغريب أمرك كمان. إجمالا لنعود إلى الأسماء الموجودة حاليا. كتلة الإدارة الذاتية الديمقراطية اللي كانت 30 عضو، أسماء سأقرأها: سمير عبد الله، ما بعرف. بروين محمد، ما بعرف. نظيرة قورية، طلعت يونس، آريا ملا محمد، ما بعرف. الإدارة المدنية الديمقراطية في الفرات: فائز عبدي، حسين الشيخ، ليلى أحمد، بدرخان شاهين، زلوخ بكر، محمد كالو. هدلوني كتلة عفرين، منيح اللي نتذكروا عفرين. زلوخ بكر، جمعة كالو، سلوى عجاج، شيراز حمو. الإدارة الذاتية في منمج مثل ما ذكرنا اسمها: نزيفة خلو، محمد علي، محمد إبراهيم شيخو. الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة: هدى عوان، حامد الفرج. الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة: حسن مصطفى، ليلى مصطفى، رحاب النافع، فضيلة الحماد، خالد بركل. الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور: ثائر الكريد، ذبيان الحريول، هبة الزارع، آلاء العثمان، أيهم جديع. الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا: سهام قريو، فريد عطي، عبد حامد المحباش، بريفان خالد. بريفان خالد هي من كوادر حزب العمال الكردستاني. أمينة أوسي كمان موالية لحزب العمال الكردستاني. مصطفى محمد، إدريس عيسو، إبراهيم قس إبراهيم. شو كمان هلا أسماء الأحزاب، يعني أسماء أحزاب غريبة عجيبة. ما بعرف حزب العمال الكردستاني كيف فبرك، يعني بده يساوي حزب ويعمل له مندوب وموفد ضمن هاي اللجنة. حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني إمتى صار؟ كيف تأسس؟ ما بعرف. اللي بيمثله مسكين زيدان. حزب السلام الديمقراطي: طلال محمد معروف يعني كمن عامودة، كان مع الوفاق اللي انشق عن حزب الاتحاد الديمقراطي. بعدين هو وفوزي شنقالي زعلوا من بعض، فشكل لحاله حزب السلام الديمقراطي، وصار منخرط بالعملية، وقياما وقعودا عم نازل مديح بها السلطة. حزب الحداثة والديمقراطية السورية لصديقنا الكاتب السوري المعارض فراس قصاص المقيم في برلين، له مندوب، له ممثل في هاي اللجنة. حزب النضال الديمقراطي، والله ما بعرف مين هذا الحزب، أنا ما سمعت شيء. خناب ملا، ممتاز. حزب الاتحاد الوطني الحر: هدى سعدون. مين هدى سعدون؟ ما بعرف. حزب المحافظين الديمقراطي: عدنان عزو. حزب المحافظين الديمقراطي يعني محافظين شو؟ يعني محافظين شو؟ يعني المجتمع الكردي مجتمع معتدل وليبرالي على مستوى الدين، حتى على مستوى القبلي، يعني شو محافظين يعني؟ وكأنه المجتمع الكردي صاير حزب الاتحاد الديمقراطي: آل دار خليل، يا أهلا ورحب، يا هلا ورحب. آل دار خليل يعني عنده ازدواجية عضوية، عضو في حزب العمال الكردستاني وعضو في حزب الاتحاد الديمقراطي. خلي آل دار خليل يمتلك قدرا معينا من الجرأة، بيقول: أنا كنت في حزب العمال الكردستاني وفقدت يدي أثناء القتال والكفاح النضالي، وحاليا أنا مستقيل من حزب العمال الكردستاني، وهذه هويتي، وحاليا متفرغ لحزب الاتحاد الديمقراطي وللكرد السوريين والقضية الكردية السورية. أهلا وسهلا، نحطه على رأسنا. بس هو مش هيك. هو عبد مأمور يتلقى أوامره من كادر كردي تركي، وأبصر مين هو، ويعني واجهة تنفيذية لأوامر وتعليمات جميل بايك وحزب العمال الكردستاني. مين كمان؟
الحزب اليساري الكردي في سوريا عبد السلام سليمان، هذا يا اما اليساري الكردي تبع محمد موسى، يا اليساري الكردي تبع شو اسمه صالح قدو. حزب الخضر الكردستاني، يا إلهي، حزب الخضر، يا أحزاب وهمية، يا أحزاب ما لها علاقة. ما يا حزب الخضر الكردستاني شو مسوي هلا بهالمناطق؟ هل يعني أصدر بيان يعترض وينتقد سلوك الإدارة الذاتية الديمقراطية المناهض للبيئة فيما يتعلق بالحراقات والتسميم والتلوث البيئي الحاصل؟ أنتم شفتوا في حياتكم شي مرة بيان موقع رسمي نشاط لهذا الحزب في حزب الخضر الكردستاني، أو له ممثل في الكنكة أو له ممثل ما بعرف وينه؟ أحزاب وهمية كرتونية ما بعرف. سابقا حزب العمال الكردستاني كان ينتقد الأحزاب الكردية ويصفها بالأحزاب الكرتونية، هلا عنده كرتونة أحزاب من أحزاب كرتونية وهمية بيفبركها وبيظبطها وعامل يعني ممثلين في لجنة إعادة صياغة الدستور. حزب التجديد الكردستاني، حزب اليسار الديمقراطي كمان، هذا يا أما تبع قدو يا أما تبع محمد موسى. الحزب الجمهوري الكردستاني، أعتقد أنه هذا حزب نيتشه لا مش نيتشه، أينشتاين الأكراد وإبراهيم كابان، هذا أعتقد ربما يكون هذا حزب تبعه. يعني حزب روج الديمقراطي في سوريا، الهيئة الوطنية العربية، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، جماعة نصر الدين محمود. يا عيني، أهلا 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 أهلا. تيار المستقبل الكردي لصاحبه آلان محمد سعيد عبد العزيز. هذا آلان هو من عامودة، قبل الغداء بعد الغداء بعد العشاء قبل العشاء، نازل مدائح مولوية في السلطة الآبوتشية، وبيتصور جنب مقابر الشهداء مبتسم وابتسامته عريضة، ونازل شتائم بمعارضي هالسلطة، وهو يعني زوج السيدة نارين متيني. يعني السيدة نارين يعني ضبي جوزك شوي، ضبي يعني ضبي جوزك شوي، مثل بالعربي الفصيح يعني كفي بلاء عنا، أو لسانه الجميل خلي يبطل ينقط عسل على المعترضين على حزب العمال الكردستاني. يعني والله يعني بيحطك في مواقف بايخة. يعني ضبي لجوزك، زوج سيدة من ناري. هلا بالناس بيشوف بيقول والله بيحكي بقضايا خاصة. شو قضايا خاصة؟ يعني تيار المستقبل الكردستاني آلان محمد سعيد عبد العزيز، هذا كمان راح يصيغ دستور ويساهم في صياغة الدستور، وبيشتم في الناس وفي أعراض وفي كرامة الناس على وبيمدح صاير الدقرش تبع. ما بعرف إذا أهالي درباسية بيعرفوا مين الدقرش، يمكن أهالي عامودة ما يعرفون مين دقرش، عازف الزرنة في الدرباسية. إذا كان عايش الله يمد بعمره، إذا كان متوفي فليجعل الله مثواه الجنة إن شاء الله. يعني كفي بلا خليه يتوقف، يعني يكون شوي مرتب ومحترم كذا. يعني بيسبب لك مشاكل يا مدام نارين، والله بيسبب لك مشاكل. البارتي الديمقراطي الكردستاني في حزب التجمع الوطني الكردستاني، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا. هذا الحزب أكيد مش حزب السيدة فيصل فصلة يوسف، لا أكيد مش حزب فصلة يوسف. هذا يمكن حزب شيخ آلي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، يمكن جماعة شيخ آلي. الحزب الآثوري الديمقراطي، الاتحاد الليبرالي الكردستاني، حركة الإصلاح، حزب الوفاق اللي انشق عن البيدة وبعدين رجع لحضن الوطن الآبوتشي. فوزي شنقالي ممثله من يمثله؟ احذروا من يمثل هذا الحزب؟ إبراهيم بركات. لازم نروح نسأل الأستاذ إبراهيم يوسف مين إبراهيم بركات. أنا أعرفه،
ولا نتحدث ولا نتكلم يعني. على أي حال، هو حاليا ممثل الوفاق، وصير براس الدبشة، وعنده مؤسسة إعلامية وما بعرف شو. مين كمان؟ الحزب الديمقراطي الكردي السوري، هذا جماعة الأستاذ جمال الشيخ باقي، جمال ملبع، محمود. اتحاد الشغيلة الكردستاني، حزب التحالف الوطني، التكنوقراط. هاي انتهينا من الأحزاب. التكنوقراط، التكنوقراط يعني أصحاب خبرات، أصحاب كفاءات، أصحاب تجارب، ما لهم مستقلين، ما لهم علاقة بالانتماءات السياسية، لكن هويتهم الأساسية وخبراتهم وتجاربهم في السلطة، في التشريع، في الإدارة، في الشأن العام. أكرم حسون من عائلة وطنية ورجل أعمال ووجه اجتماعي معروف في منطقة الدرباسية، ويعني ترأس حكومة إقليم الجزيرة لفترة معينة، وحاليا هو من التكنوقراط، من ضمن اللجنة اللي راح يصيغوا عملية دستور مين كمان؟ ياسر سليمان، عطية الهويدي، عبد العزيز عسكر، ما بعرف. مجدولين حسن مش هي من التكنوقراط بس مش مذكور في الجدول شو وظيفته. مجدولين خالد شاكر قانوني، يمكن هذا خالد يلي بباريس، يمكن، ما بعرف. حكمة حبيب مش مذكور. سيهانوك، اهلا 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 بالفيلسوف، اهلا بنيتشه، بكارل ماركس، الاكراد، اهلا بهيجل، هذا الكائن الفلسفي بين قوسين. نفكر انه الكتابة والعلاقة مع الافكار، والكتابة اللي لها علاقة بالمعرفة والتنوير، هي عبارة عن كلام حلزوني، حشك ولبك، كلام هيك مكعكل، مخلوط ببعضه. يعني بيفكر انه الكتابة الراقية او الكتابة المتزنة هي الكتابة الغير مفهومة. يعني مثلا مثال عم بقول، يعني بيكتب عبارة: الإرادة الوطنية الجامعة التي تستند على عمق تاريخي ديموغرافي مناهض لكل أشكال الأوليغارشية، تتقاطع مع الجغرافيا البشرية كي تصوغ مستقبل المنطقة بما ينسجم مع سيكولوجية التاريخ ودهاء التاريخ والعمق الفكري والأيديولوجي لثقافات منطقة الشرق الأوسط. ممكن يعني عبارة مركبة طويلة عريضة حلزونية، الواحد بيصير بمتاهة. يعني هذا الرجل عن شو عم يحكي؟ يعني رجعوا لكتابات الفيلسوف الكبير سيهانوك ديبو، ويعني راح تشوفوا انه هذا البني ادم عن يحكي كلام صعب على امثالنا نفهمه. يا استاذ سيهانوك، يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني رجاء اذا بدك تحكي احترم هيك عقولنا البسيطة وجهلنا. نحن جهلاء، نحن مش قد مقام كلامك. يعني حلمك علينا شوي، حاكينا بلغة هيك كي نفهم منك أفكارك وعمقك الفكري والمعرفي والفلسفي. سيهانوك ديبو صاير مشرع، وراح يساهم بصياغة العقد الاجتماعي والعقل الاجتماعي والعقل القانوني. وحاليا هو مشرع مثل أي عضو في الكونغرس الأمريكي أو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو مجلس العموم البريطاني. مين كمان في عندنا؟ يعني في عندنا أسماء طويلة عريضة، وأنا أعتذر عن الإطالة بهالخصوص. جيهان خضرو، كفاء العوض، مزقين حسن، نور باشا، هناء داود، فوزة اليوسف كمان قيادية كبيرة ومعروفة ومهمة في حزب العمال الكردستاني، ومن عائلة وطنية. شقيقها الكاتب مرشد اليوسف، شقيقتها الشاعرة دلشة اليوسف، والشهيدة العظيمة والعزيزة
التي لن أنساها ما حييت، يعني روزا اليوسف. فوزا اليوسف يعني إذا ممكن تراجعوا لقاءاتها باللغة العربية، هي على وشك أن تنسى اللغة العربية. هي درست يمكن سنة سنتين حقوق جامعة حلب، وتركت الدراسة والتحقت بحزب العمال الكردستاني منتصف التسعينات، وقيادية يعني في هذا الحزب، وملتزمة بهذا الحزب، ملتزمة وتتلقى الأوامر بهذا الحزب. لا صار مشرعة يعني. أهلا مثل غيرها. أهلا وسهلا. هذا الفوزة صارت شعبة. أهلا وسهلا. آسيا العبد الله كمان قيادية في حزب العمال الكردستاني. أسماء أخرى كمان مين؟ جورجيات برسوم، إلهام مطلي، ريما رومانوس، صوصدار مش مذكور كنيتها مين هي أو صفتها. زلال جقر أعتقد هي كمان من حزب العمال الكردستاني، وأعتقد أنه بعرفها بشكل شخصي. يعني في منتصف التسعينات كنا يعني عملنا يعني شوي في منطقة الدرباسية وقرى الدرباسية، والتقيت بها في جبال قنديل. هي من قرية خانة سري يمكن إن لم تخني الذاكرة. مريم محمد إبراهيم. أسماء أخرى من الشبيبة كمان، قائمة طويلة عريضة. مين كمان لحظة شوي. المجتمع المدني كمان أسماء طويلة، قائمة طويلة من منظمات وهمية يعني. هندرين عبد القهار محمد، عطية محمد يوسف، أبين محمد شيخ موس، محمد الهادي. كمان سأقفز على هذه الأسماء المكونات. فايز حيدر، أرديف، قصبيان. مين كمان؟ أنا محاول يعني تداركا للوقت. مجلس سوريا الديمقراطية كما ذكرت أنه مش موجود. رياض درار مش موجود بالنيابة عنه حسن زهاد، وغالبا هذا هو صديقنا يعني المخضرم البليغ المنفتح زهاد كوباني. زهاد كوباني يعبد الحزب عبادة أكثر من شو اسمه هذا اللي هدد كردستان العراق بقسد، بسيف قسد. بدر خان ما بعرف شو من عشيرة الكيتكي. وبعدين على أي حال زهاد يعني لا يعني درس كم سنة في جامعة حلب هندسة، يمكن هندسة عمارة وهندسة مدنية أو شيء من هذا القبيل، وانتسب لحزب العمال الكردستاني في نهاية في 87 أو 88 من جامعة حلب، هو ومظلوم عبدي. واعتقد يمكن من نفس القرية، من قرية حلنج، من نفس اعتقد لم تخني الذاكرة. لكن زهاد يعني مثله مثل الكثير من الكوادر الكردية السورية الموجودة في حزب العمال يعني بحاجة إلى فيديو خاص بصراحة. مش لأنه شخص كتير مهم، لا، لأنه بيمثل النموذج المأساوي من الكوادر الكردية السورية في حزب العمال الكردستاني بصراحة. يعني مثل آخرين يعني ضحايا، هؤلاء ضحايا، يعني ضحايا هذا الحزب، وتحنطوا وتحجروا ضمن هذا الحزب. يعني ما عاد فيهم يعني سلبت إرادتهم، صاروا يعني مثل المريدين، مثل عبيد الحزب. يعني الحزب يقول لهم موتوا يموتون، انبعثوا ينبعثون، يعني يأتمرون بأمر الحزب كيفما شاء. يعني ينفذون الأوامر دون حتى مناقشة، فضلا عن عدم وجود اعتراض. يعني زهاد نموذج
الأنسب لشخصية الدوغمائي المتحجر المتعفن في حزب العمال الكردستاني. هو وشو اسمه هذا اللي من ديرك القيادي الميداني، هذا بده فيديو خاص، باهوس أردال. يعني إجمالا هذه هي لائحة أعضاء لجنة إعادة صياغة دستور الإدارة الذاتية الديمقراطية. إذا الشعب رضيان عن هاي اللجنة، إذا الأحزاب والنخب السياسية والنخب الإبداعية والكتاب المثقفين اللي راح يدافعوا عن هالقائمة، ألف مبروك عليهم. وإذا المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية يرضى عن يعني مفرزات هذه اللجنة والانتخابات التي ستجري بعدها كمان، معناته على الدنيا السلام. يعني معناته شو ما عاد في الواحد يحكي، شو بده يحكي الواحد. يعني هذا الفيديو على يعني طوله يعني حاولت فيه أن أسلط الضوء على قضية أعتقد أنه هي قضية مهمة وشائكة ومعقدة، بشيء من الجدية، بشيء من السخرية أعتقد، يعني أو يعني النقد الساخر. لكن الموضوع يتطلب وقفة جدية، وقفة يعني لها علاقة بالضمير الوطني، بالضمير السياسي، بالضمير الأخلاقي، بكل شيء. يعني هذه المهزلة كيف يمكن أن تمرر ويبقى يعني كتاب ومثقفين وإعلاميين يعني صامتين، لا يحركون ساكنا، لا يتحدثون، لا ينتقدون. يعني أنا ما شفت حتى الآن حدا حكى عن هالتفاصيل. يعني على أمل أنه الناس تحكي وتكتب. دافعوا لأشوف يعني دفوع كتاب ومثقفين الإدارة الذاتية الديمقراطية كيف فيهم رح يدافعوا عن هالمسرحية الركيكة والمهزوزة التي تثير القرف أكثر من إثارتها للضحك. على أمل أن ألتقي معكم في موضوع آخر ولقاء آخر. دمتم بخير.